طبعا من اهم الحاجات بالنسبه لاي حد بيحب الرسم هو الاستوديو او المكان اللي بيرسم فيه، لانه هو بيقضي فيه معظم وقته. ومن 3 سنين تقريبا لما وصلنا 100 ألف هنا قررت اعمل مرسم واستوديو، وده من احسن الحاجات اللي عملتها، واقول لكم دلوقتي ازاي عملت كده بالتفصيل من الاول. اول حاجه شفت ديزاين لكورنر وكان الجدار صغير، فقلت ارسم عليه ديزاين مودرن شويه، بس كنت محتاج ارش الشباك اسود، ففكيته ورشيته بره ورشيت برضو الفريم كله، وبعد ما كل حاجه نشفت ركبتها تاني وبدات ارسم الجدار. وفي الوقت ده انا كنت لسه بادئ اتمكن من الفرشه والالوان وان اعرف اطلع الجدار مظبوط، بس كان عندي شغف كبير قوي في الفتره دي. وده كده شكل الجدار بعد ما خلص. بعد كده جبت ديزاين فرعوني وكنت هعمل جدار كامل منحوت، بس قلت اجرب في العمود الاول علشان مساحه صغيره شويه. وكنت برسم الشكل الاول بالرصاص وبعدها بنحت في طبقه المعجون بسمك ثابت، والموضوع طلع صعب جدا. بعدها جبت لون بني وحطيت معاه رمل عشان يدي احساس وملمس الحجر القديم، ودهنت العمود كله بيه. وبعد ما نشف جبت دهبي بيلمع شويه وبدات ارسم كل الاشكال اللي نحتها في الاول، والدهان كان مطفي والدهبي بيلمع فطلع شكله جامد. وفي نص ما انا كنت شغال في العمود وما كنتش لسه خلصته اصلا، طلبت معايا اتحدى نفسي وارسم لوحه الموناليزا على جدار كامل. وده عامه من اصعب الجدران اللي عملتها، لان درجات لوحه الموناليزا كلها صعبه ولازم تطلع نفس اللي في اللوحه علشان تبقى حلوه، وبرضه علشان تظبط نسب وشكل وش الموناليزا على جدار كامل وبالوان اكليريك مش زيت بيبقى اصعب بكتير، بس برضه ده اكتر جدار بحبه. بعد ما خلصت قلت كفايه جداريات لحد كده وهبدا ارتب المرسم. واول حاجه فضيت كل حاجه فيه وهبدا بالجزء ده، وحطيت فيه كنبه من اللي بتتفرد وترابيزه صغيره ومكتبه فوقها علشان استغل المساحه، ورتبت الكتب في الزوايا وحطيت شويه ماكتس كده كنت عاملها، وثبت البروجيكتور في المكتبه عشان يعمل لي السينما بتاعتي قدام الكنبه. وكملت برضو باقي المكتبه بحاجات اغلبها انا اللي عاملها وممكن ارجع ارتبها تاني بعدين. وفي الناحيه التانيه المفروض ده مكان الرسم والتصوير، فنضفت كل حاجه بتنار حار عشان اشيل الالوان من عليها، ورتبت شويه حاجات وجبت الترابيزه دي عشان اجمع جواها كل الخامات اللي بحتاجها، وفوق كمان حطيت عليها كل الادوات اللي ببقى عايز اوصل لها بسرعه. والجزء ده من المكان هيبقى فيه اكتر من بوردة رسم عشان تسهل الدنيا اكتر ويبقى فيه مكان كبير للتصوير. مرسم اصلا في دور كامل، لسه فيه اوض تانية وصاله وكده، بس انا جهزت الاوضه دي بس عشان التصوير، وقدام شويه ممكن انقل المرسم في الريسبشن هيبقى اكبر واحسن بكتير. وفي النص كده هبت معايا ارسم على الارض عشان ابقى رسمت في كل حته في المكان، فحطيت سيلر وبلاستيك ابيض عشان اعرف ارسم على السيراميك. وما استخدمتش فرش خالص في الفيديو ده، كنت بستخدم سكينه معجون واسفنجه وكده عشان اجرب طرق جديده، والنتيجه طلعت حوار. برضه في جدار تاني رسمت عليه اللوجو وكنت بكتب فيه اسامي كل الناس اللي واقفه جنبي، فبيكتبوا لي اساميكم عشان نخلصه. وده اكيد بقى هو اخر جدار. بعد كده بطلت رسم وما دخلتش في المرسم لمدة سنة كاملة لأسباب كتير، ورجعت بعد فترة كبيرة مش عارف أنا متحمس ولا خلاص زهقت ومش عايز أبدأ من الأول. وخصوصا إني مهندس معماري واتخرجت، ودلوقتي باخد الريسك إني ما بشتغلش مهندس وماشي في المجال ده لوحدي، مش عارف فيه نجاح ومستقبل ولا لأ. بس أنا ما بحبش استسلم بسهولة، فرجعت تاني ونضفت وفرشت المكان كله من أول وجديد ورتبت كل حاجة، وركبت بوردة كبيرة، والمكان بدأ يبقى زي ما حلمت بيه، ولسه فيه شوية حاجات كمان وإضاءات محتاجة تتركب. وبرضه قلت أعلق أغلب الرسومات القديمة اللي عملتها علشان أشوف أنا بدأت منين ووصلت لفين. ومعداش وقت كبير من ساعة ما رجعت تاني، بس في الفترة اللي فاتت دي بدأ الحلم يتحقق وأعمل اللي كنت عايزه أكتر الحمد لله. وبجد ده من أكتر الأماكن اللي بكون مبسوط فيها. مش عارف إيه رأيكم وشايفينه حلو ولا لأ، بس أنا بحبه جدا وبس كده. عايز أعرف رأيكم. فولو لايك لو عجبك الفيديو.